هومر أعمى ومصاب بالشلل. الشرطة دخلت البيت لقيته جثة هامدة من شدة الجوع والعطش، والاتهامات كلها كانت ضد أخوه لانجلي إنه زهق من خدمة أخوه وقرر يسيبه ويواجه مصيره. فهل فعلا أخوه سابه ومشى ولا إيه اللي حصل لأخوه؟ وإيه هي قصة الأخوين كولر اللي اتسمى باسمهم منتزه شهير في نيويورك؟ هنتعرف النهاردة على أغرب قصة في تاريخ أمريكا، قصة الأخوين كولر. وقبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. معاكم رانيا ماضي ودي قناتكم براند. السلام عليكم. اتولد هومر ولانجلي كولر في تمانينات القرن ال19، وكان أبوهم دكتور وأمهم مغنية أوبرا سابقة، وعاشوا في مستوى كويس جدا في حي هارلم المشهور في نيويورك في بيت كبير، وكانوا من أكبر عائلات نيويورك. وعلشان العيلة مستواهم المادي كان كويس جدا فتعلم الأخين تعليم عالي من جامعة كولومبيا، فكان هومر محامي ولانجلي مهندس. ولأنه كان بيحب الموسيقى فاشترى بيانو علشان يقضي وقت فراغه في العزف على البيانو. مات الدكتور كولر في سنة 1923، وبعدها ماتت زوجته في سنة 1929، وسابوا ملكية البيت للأخين. في البداية عاش هومر ولانجلي حياة طبيعية جدا مع الجيران لمدة 4 سنين، والجيران وقتها ما لاحظوش عليهم أي تغييرات. ولكن في سنة 1933 أصيب هومر بسكتة دماغية كانت السبب في إنه اتعمى، وده خلى أخوه لانجلي يسيب شغله علشان يقدر يراعي أخوه. ومن هنا بدأ الاتنين ينسحبوا من المجتمع واحدة واحدة، وبدأوا يختفوا عن الأنظار بسبب خوفهم، لأن المنطقة بدأت تتغير، فهي بدأت تتملى بالأمريكيين الأفارقة وبالفقراء. وكان لانجلي بيراعي أخوه، ولكنه رفض إن أي دكتور يعالجه، وعمل لأخوه نظام غذائي غريب كان بيعتبره العلاج اللي هيشفي أخوه من المرض. وعلاجه المبتكر ده كان عبارة عن 100 برتقانة في الأسبوع والخبز الأسود وزبدة الفول السوداني. ولكن طبعا ما نجحتش وصفة لانجلي لأنها كانت وصفة غريبة جدا وملهاش أي علاقة بالمرض اللي عنده. وبدأت صحة هومر تتدهور أكتر لدرجة إنه أصيب بالشلل بسبب الروماتيزم، وحتى مع إصابته بالشلل استمر في رفض أي مساعدة طبية. وفي الوقت ده الأخوين كولر ما بقاش ليهم أي مصدر دخل، ولغت المدينة مرافقها عن البيت علشان ما دفعوش الفواتير. ولأن لانجلي مهندس حاول يحل المشكلات دي، فجهز عربية فورد قديمة كانت العيلة بتمتلكها علشان تكون مولد كهرباء للبيت، وكان بيستخدم المضخات اللي موجودة في الجناين المحلية كمصدر للمية، وكان بيستخدم سخان كيروسين صغير عشان يدفي البيت. ولكن بعدها بدأ يصاب باضطرابات نفسية، أو بمعنى أصح جنون الارتياب، وده خلاه مش بيخرج من البيت إلا بعد منتصف الليل عشان يشتري الأكل له ولأخوه. وفي وقت رحلته الليلية في المدينة كان بيجمع عدد كبير جدا من القمامة وياخدها معاه للبيت، وكان بيخزنها فيه، منها عربيات أطفال ودراجات مصدية وأزايز فاضية وعلب صفيح. ده غير إنه كان بيجمع آلاف الأعداد من الصحف والمجلات عشان يقدر أخوه هومر يقراهم لما يرجع له بصره ويعرف كل الأخبار اللي فاتته. وبسبب انعزال الأخوين كولر عن الناس وغرابة أطوارهم بدأ يطلع عليهم قصص وإشاعات كتير، وكان من ضمن القصص دي قصة انتشرت في سنة 1938 لما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في واحدة من مقالاتها إن الأخين جمعوا ثروة مادية كبيرة في بيتهم. والمقالة وقتها وجهت اهتمام ناس كتير للأخين كولر، ونتيجة للمقالة دي تعرضوا لمحاولات سرقة أكتر من مرة. ولأن لانجلي كان مهندس فبنى عدد كبير من الأفخاخ المعقدة جوه البيت علشان يمنع الحرامية أو أي حد غريب من الدخول للبيت. ولأن الأطفال كانوا بيؤذوهم وبيرموا الحجارة على شبابيكهم فكمان سد كل الشبابيك وقفل كل الأبواب. ومع إنهم كانوا عايشين في فقر، بس كان باين إن الأخوين كولر عندهم فلوس كتير، لأن لاحظ الجيران إنهم دفعوا 7500 دولار، يعني حوالي 120 ألف دولار دلوقتي، لما البنك حجز على بيتهم سنة 1942 علشان ما كملوش سداد الرهن العقاري. وكان لانجلي مستنيهم في البيت بشيك بالمبلغ عشان يدفع الرهن بالكامل، لأن في الوقت ده البيت كان مليان بالخردة لدرجة إنهم كانوا من المستحيل إنهم يدخلوا له من الباب الأمامي.
وكانت القمامة حوالين البيت في كل مكان، والأخين بيعيشوا ويناموا في أعشاش بنوها وسط أكوام القمامة. وكان بيقضي لانجلي وقته خلال النهار في العمل على اختراعاته وبناء الأنفاق والممرات جوه أكوام القمامة الموجودة في كل مكان في البيت، وكمان إنه يختبر الأفخاخ اللي عملها، لحد ما جه يوم في شهر مارس سنة 1947 بلغ شخص مجهول عن ريحة وحشة جدا طالعة من بيت الأخوين كولر. ولما وصل رجال الشرطة ما قدروش يدخلوا البيت في البداية، لأن الشبابيك كان عليها قضبان حديد ومفيش جرس للباب، ده غير إن في كومة كبيرة جدا من الخردة والصحف والسراير والكراسي والصناديق قدام المدخل، وده كان مخليهم مش عارفين يدخلوا للبيت خالص. وفي النهاية بعد ما بدأ رجال الشرطة في إخراج القمامة في الشارع، قدر واحد منهم يدخل من شباك في الدور التاني، وبمجرد ما دخل لقى قدامه جبال تانية من القمامة وصلت لحد السقف. وبعد 5 ساعات من التسلق وإخراج الآلاف من قطع الخردة والقمامة والمخلفات الموجودة، لقوا جثة هومر كولر اللي كان ميت من شدة الجوع والعطش، والتقارير أثبتت إنه مات من 10 ساعات. وبدأت الشرطة ووسائل الإعلام في الاشتباه في إن أخوه لانجلي كولر هو السبب في موته بسبب اختفائه الغامض. فالمعروف إن الأخوين كولر كانوا عايشين مع بعض لفترة طويلة جدا، وبدأت الإشاعات بإن لانجلي زهق من خدمة أخوه وقرر يسيبه ويواجه مصيره. واتقال في الإشاعات دي إنه ساب المدينة، وبدأت الشرطة تطارده جوه وبره المدينة، ولكنهم ملقوش له أي أثر. ولكن في نفس الوقت كانوا بيفضوا البيت من محتوياته الغريبة اللي كان من ضمنها عظم بشري وجهاز أشعة وعربيات أطفال وبنادق كتير وأكتر من 25 ألف كتاب وأعضاء بشرية و8 قطط حية ومئات الأمتار من الحرير اللي مش مستخدم و14 بيانو وأعداد كتير ملهاش عدد من الجرايد والمجلات ونفايات تانية وصل وزنها حوالي 120 طن. وكانوا بيطلعوا الحاجات دي كلها وسط عدد كبير من المتفرجين وصل لأكتر من 2000 شخص بره البيت علشان يشوفوا المجهود الجبار اللي بتعمله الشرطة وعلشان يشوفوا محتويات البيت الغريب ده، وخصوصا انه حدث غريب جدا بالنسبة لهم. وبعد حوالي 3 أسابيع من تنظيف البيت وأعمال الإزالة، وفي يوم 9 إبريل لقى جثة لانجلي كولر داخل نفق بعرض نص متر مصنوع من الأدراج ومراتب السرير، وكان على بعد 10 أقدام بس من مكان وفاة أخوه الأكبر. ولكن جثته كانت متغطية بكومة كبيرة من الصحف والصناديق. فاللي حصل إن لانجلي وهو بيجيب الأكل لأخوه هومر من خلال نفق وقع ضحية لواحد من الأفخاخ الخاصة بيه، واللي عملت انهيار للقمامة عليه وبسببها مات، وبسبب وفاته مات أخوه من شدة الجوع. وقدرت السلطات تحدد وقت وفاته ولقت إنه مات في 9 مارس، يعني قبل أسبوعين تقريبا من موت أخوه هومر، وكان هو المصدر الفعلي للريحة اللي تم إبلاغ الشرطة بيها. في النهاية تم هدم البيت في يوليو من نفس السنة. وفي سنة 1965 مكان البيت اللي مساحته 140 متر بقى واحد من أشهر المتنزهات الصغيرة في مدينة نيويورك، وتسمى بمنتزه الأخوين كولر لتخليد أساميهم وذكراهم وتخليد للحادثة الغريبة. وكده خلصت قصتنا النهاردة عن الأخوين كولر اللي انتهت حياتهم بأغرب طريقة. عرفوني رأيكم في التعليقات، ولو عايزين نتكلم عن موضوع معين اكتبوا لنا برضو في التعليقات. شكرا على المشاهدة، مستنية آرائكم في التعليقات. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول.